يمحو عنا السيئات، يكتب له الحسنات. هاي الدرجات 70,000 درجة أنك تذكر الحسين. فحقيقة هذه نعمة ولا مش نعمة؟ انظروا لها. الآن هؤلاء الذين يأتون ويلاحظون أنهم يتعاملون مع الإنسان في البعد المادي البدني، تعامل هذا التعامل مبتور وليس كامل. وإلا الإسلام ببرنامجه، برنامج الطعام، يقول لك اسمع، هذا البيض إذا تساوى طرف البيضة طرفاها لا تأكله، لازم طرف يكون أصغر من هذا، طرف أصغر وهذا أكبر. هاي البيضة حلال. إذا بيضة طرفاها متساويان حرام، لأن تترك أثر في نفسك أنت ما تعرفه، تترك آثار كبيرة ممكن تؤدي إلى أمراض وأنت ما تعرفها. ذاك اليوم في مجلة نيوزويك تعليل علمي دقيق وهم ما عارفين المسألة، إنما أنا قرأت هذا التعليق موجود عندي أحتفظ فيه، وحتى بنسختين كاتبه باللغة الإنجليزية واللغة العربية، لأن هي تصدر عربي وإنجليزي. يتحدثون عن قرى كبيرة على البحر، فانتشر عندهم مرض معين، هذا المرض الخبيث، لكنهم تعجبوا أن هناك بعض القرى اللي موجودة ما في هذا المرض الخبيث أبدا، ولا واحد منهم أصيب بهذا المرض. فجاءوا وعملوا إحصاء وجرد للطعام الذي يأكلونه. لاحظوا هذه القرى التي ما ورد فيها المرض الخبيث كلهم كانوا يأكلون السمك مع الفلس. السمك اللي ما فيه فلس ما يأكلونه. هذا النظام إسلامي. وذيك القرى ما يهتمون، يطلعون حوت من البحر يقطعوها ويأكلوها. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حداء.